ليش ما عم ينزل مطر؟ ليش السنة الماضية كان موسم الأمطار أيضاً موسم صفري؟ ليش حنصير بأول كانون الأول ولسه ما نزل مطر؟ الناس قالت إنه بكل أول شتوية عم نلاحظ إنه عم تطلع طيارات فوق سوريا ولبنان. هي الطيارات عم ترش سحب على شكل دوائر، وهي الدوائر بتضل لساعات بالسماء. هلا بعض العلماء وبعض الباحثين قالوا انه هذا اسمه غاز الكيمتريل عم ينرش بالسماء. هذا الغاز بينرش لحتى يقلب الطقس حسب اللي عم يرشه شو بيكون بده. يعني ممكن ينرش لحتى يجمع السحب ويصير استمطار، وبالمقابل ممكن يكون عم ينرش بتركيبة معاكسة لحتى يفرق الغيوم ويمنع المطر. بالمقابل في علماء قالوا انه لا، هاي السحب يلي على شكل دوائر عم يشوفوها الناس هي بس طيارة، وبيكون الطيار عم يشفط ويخمس بالهواء فعم تطلع هي الدوائر، ما في شيء بيخوف. هلا بغض النظر عن كل شيء، نحن المتأكدين منه انه الحرب اليوم هي حرب مياه، والمتأكدين منه كمان انه حرق الغابات يلي عم يصير عنا كل سنة هو مفتعل، وتغيير المناخ يلي عم يصير ممكن كتير يكون في حدا ورا. لأنه مو معقول هالطيارة مثلا ما بيحلالها تشفط وتخمس وتعمل دوائر فوقنا غير بس أول الشتوية. طيب تشفط بالصيف مثلا. هلا في ناس ممكن تقول لي إنه لا، شو عم تخبص، المطر هو بإيد رب العالمين. أكيد أكيد بإيد رب العالمين، ولكن مثلا أنت اليوم ما فيك تسقي شجرة ملح وتغرقها بالمبيدات وآخر شيء تتوقع إنه هي الشجرة تعطيك ثمر، صح؟ وأساساً نحن السوريين اليوم عم نبخ كيمتريل منا وفينا على بعض. يعني هي طاقة الكره والحقد وطاقة التخوين قادرة إنه تجفف الأسكيمو، مو بس سوريا.